السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاي لكم بفيديو مختلف شوية. هنربوا مع بعض شوية كتاكيت صغيرين، هنجهز لهم المكان زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. انا فرشت المكان بالمشمع وعليه كمان تبن او نشارة خشب، اللي انتوا شايفينه ده تبن، وحطيت لهم لمبة من اللي هي الحمراء علشان تدفيهم. الموضوع بسيط ومش مكلف. الكتاكيت اللي معانا ديت كتاكيت فيومي، بتبقى حلوة في تربية البيت، بتبقى مناعتها كويسة وبتشيل لحم وبتبيض، بتبيض كتير. اللي يسيبها للبيض بتبيض كتير وحلوة وطعمها بيبقى زي البلدي بالظبط. هو الموضوع بسيط ومش مجهد ومش مكلف ومش محتاج خبرة كبيرة ولا حاجة. زي ما انتوا شايفين ده بوكس حطيت فيه الفراخ وقسمته بالكراتين زي ما انتوا شايفين كده، وهم متسيبين اهمت، وحطت لهم العلب بتاعهم اللي هو اللي عليه السمسم اللي بتبقى الصغيرة، وحطت لهم المية، وجبت لهم محلول جفاف من الصيدلية، حطت لهم فيها مية وحطتها لهم فيه 3 4 ساعات كده، واشيل المية واحط لهم مية تانية بيضة ما فيهاش اي ادوية ولا فيها اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. اهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل جديد، وتكتبوا لي في التعليقات كلمة طيبة وكلمة حلوة كده. ربنا يبارك لي في الفراخ ديت ويطول في عمرها، ونشوفهم مع بعض عما نذبحوهم، يكون فرخة محترمة كده وديك محترم. يعني ربنا يبارك فيهم يا رب، ويبقوا مع بعض كده، واوريها لكم برضه، اوريكم الفراخ برضه كل يوم. لو انتوا حابين اكتبوا لي في التعليقات، مش حابين خلاص، واعملوا لي لايك اللي بيشجعني عشان انزل لكم فيديوهات كتير. زي ما انتوا شايفين كده الفراخ كلها حيوية ونشاط، ما فيهاش حاجة كشة ولا فيها اي حاجة دبلانة. زي ما انتوا شايفين برضه اهوت بيجروا ويرمحوا. المكان يعني ولا هو ضيق ولا هو واسع علشان التدفئة برضه. وانا البوكس ده بربي فيه على طول، وحلو وملموم لهم. لو انت عندك بقى بوكس صغير تربي فيها، هيكون الموضوع سهل. العيشة غالية وكل واحد بيسعى من ناحيته علشان أولاده عشان بيته، والموضوع برضو يعني مش مجهد ولا حاجة لأي واحدة. هو المشمع دي بتشيليه وتفرشي مشمع جديد، وما فيش أي حاجة يعني مجهدة ولا في أي حاجة متعبة، وبتلاقي في بيتك خير، وتلاقي في بيتك يعني طيور عايزة تسيبها تبيض، هيبقى في بيضة للأولاد، هيبقى كده بيتك يعني مش هيبقى فاضي. واللي بقى ما عندهوش مكان ربنا يرعاه بقى بصراحة. هي العيشة غالية وكل حاجة بتكلف. الواحدة بتهرب من التكلفة وبتهرب من يعني من المصاريف اللي بتتصرف. اهي دي بتطلع زي مصاريف كده، وتربي فرخة وترمي لها اي بواقي اكل تبيض لك بيضة. وادعوا لي دعوة حلوة كده يا رب، يعني يطرح فيهم البركة. ومع السلامة حبايبي.